السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله لبينا طلبات الناس اللي هي كانت طالبه ان هي تشوف نظام الشقق في برنامج الرحله. لو انت بقى اول مره بيظهر لك القناه بتاعتي وظهر لك الفيديو ده عباره عن نظام شقق في برنامج رحله في شركه رحلات بتطلع لمطروح، اسكندريه لمطروح، ومن القاهره لمطروح. ده البرنامج هيكون كله موجود على القناة، ودي الفيديو اللي خاص بنظام الشقق اللي حضرتك تقدري تطلعي فيها رحلتك. أول برج معانا وهو برج ليالي الحلمية فوق بيت العز، معروف جدا في مطروح، موجود عند المحكمة. الشقة دي عبارة عن أوضة وريسبشن ومطبخ وحمام. بتاخد كام فرد؟ بتاخد فردين. البرج التاني اللي هو برج اليمامة موجود عند المدرسة الثانوي وخلف برج ليالي الحلمية، قريب جدا من شارع اسكندرية، تقاطعين بس تكوني في شارع اسكندرية. البرج دوت الشقق فيه مكيفة، الأوضتين مكيفين، والريسبشن فيه مروحة وأوضة فيها مروحة، وكل حاجة هتشوفوها على الطبيعة في الفيديو. إن شاء الله الفيديو يعجبكم، وإن شاء الله هنسيب لكم أول تعليق مثبت فيه الرقم اللي انت تقدري تتواصلي عليه عشان تحجزي. دي الشقة اللي هي برج اليمامة، قريبة جدا هي من شارع اسكندرية، لو الناس اللي هي بتحب تبقى قاعدة في شارع اسكندرية وعايزة تبقى كل حاجة حواليها. وفي كمان برج في الفيروز اسمه برج الهنا، ده تالت نمرة من الشارع الرئيسي. الشقق بقى من فوق بتشوف البحر كده من الجنب بوضوح. هتشوفوا برضو معايا كده في الفيديو كل حاجة بالتفاصيل. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وكون قدرت ان انا البي طلبات الناس اللي هي طلبتها. والبرنامج موجود كامل على القناة، لو انت حابة ان انت تطلعي على البرنامج كامل ان شاء الله. لسه كمان في فيديوهات هتنزل البرنامج، بقية البحور اللي احنا عاملينها في البرنامج. كل حاجة موجودة بالتفاصيل هتشوفيها بالأسعار بكل حاجة، ولو في أي حاجة ناقصاكي عايزة تستفسري عنها تقدري تدخلي على الرقم اللي هيبقى موجود في أول تعليق مثبت. زي ما انتوا شايفين الشقة كلها نضيفة، العفش نضيف مش متهالك، الأجهزة كلها كويسة، المية موجودة عشان في ناس بتقول إن المية في مطروح مش موجودة. لا، المية موجودة بس مش صالحة للشرب ولا للأكل. حضرتك طبعا ده موجود في مطروح من زمان مش السنة دي بس. لو انت أول مرة بتروحي مطروح فأنا بقولك إن مطروح من زمان ما ينفعش إن انت تشربي من المية بتاعتها، لازم تشتري المية. العمارة اللي هي عند اليافطة الخضرا دي، ده التقاطع اللي بعديه على طول هتلاقي شارع اسكندرية. فعشان لو انتي بتحبي تنزلي قرب شارع اسكندرية وتحبي ان انتي تخرجي بالليل وكده وكل حاجة تبقى متاحة حواليكي، فالعمارة دي هتوفر لك كل دوت. عمارة برج الهنا موجودة في الفيروز، وزي ما هتشوفوا معايا كده في الفيديوهات من البلكونة بتشوفي البحر، لان في ناس برضو سألت ان احنا عايزين شقق تشوف البحر. فبرج الهنا في الفيروز هتشوفي من البلكونات البحر، لأنها هي تالت نمرة من الرئيسي فشايفة البحر كويس، بس مش رئيسي طبعا. انت بتشوفي البحر من الجنب بس، هتشوفي في الفيديو معايا هيكون واضح ليكي البحر. ولو انت حابة تقعدي في البلكونة وتشوفي البحر كده آخر النهار أو بالليل يعني هتستمتعي. في أي بقى استفسار هسيب رقم موجود في أول تعليق مثبت. لو انت حابة تستفسري عن أي حاجة، عايزة تسألي على أي حاجة، حابة ان انت تحجزي، فالرقم اللي هيكون موجود في أول تعليق مثبت هو هيرد عليكي وهنقولك كل اللي انت عايزاه. وكمان تقدري ان انت تحجزي عن طريق الرقم ده. دي بقى أول شقة في برج الهنا اللي هو في الفيروز، شقة مكيفة، في مكيف وفي مش مكيف. كل حاجة بسعرها، المكيف بسعر والمش مكيف بسعر، الأربع أفراد بسعر، الخمس أفراد بسعر، الست أفراد بسعر، والفردين كمان بسعر. وفي يوم 15/7 ده 4 أيام ده ليه سعر. فخدوا بالكم من الجدول اللي موجود، وبصوا فوق على الأبراج. لو انتي هتحجزي برج اليمامة فليكي أسعار بالأفراد بتاعتك، برج الهنا ليكي أسعار بالأفراد بتاعتك، الفردين نفس الكلام. فبصوا على الأيام وبالأسعار بالأبراج. ولو في أي حاجة زي ما قلتلكوا في أول تعليق مثبت الرقم، هتدخلي على الواتس هتستفيدي أكتر برضو لو انت حابة تسألي وتستفسري عن أي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده الشقق كلها بوضوح قدامكم، بالعفش بالأجهزة بكل حاجة. وزي ما قلتلك
مشكلة المية هناك دي من زمان اللي هي تشتري مية للشرب، بس ان انتي تستخدميها لأغراضك لا، عادي خالص موجودة المية ومتوفرة مع الأبراج ومع الشركة اللي انتي طالعة معاها. فده هو بيقدر ان هو يوفر لك الموضوع دوت، لان في خزانات بتبقى موجودة بيملوها، وبتبقى ان العمارة على طول متواجدة فيها المية. حتى الأسانسير بيبقى على طول شغال. على فكرة النور ما بيقطعش هناك، بيريحوا بس هما ساعة تواجد الناس في البحر بيريحوا النور ساعتين، من الساعة 2 لحد الساعة 4، أو تقريبا من 1 ل3. طبعا انتي ما بتكونيش موجودة وقتها في البيت، فبترجعي بتلاقي النور موجود والمية موجودة وكل حاجة موجودة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويكون قدرت ان انا افيدكم في الفيديو. ولو انتي اول مرة داخلة على الفيديو وبتشوفي الفيديو، فتقدري ان انتي تتابعي الفيديوهات اللي التانية وهتفهمي كل حاجة. وهسيب لكم في كلمة المزيد الرابط بتاع فيديو السفر. يا ريت الناس اللي وصلت لحد هنا ما تنساش بقى تحط اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم وان انا اقدر افيد الناس باي حاجة هي عايزاها. زي ما قلت لكم، وعشان برضو في ناس بتسأل كتير على موضوع الفلوس، انا قلت لكم في اول الفيديو. ولو انتي برضو ما خدتيش بالك، السعر اللي انتي بتدفعيه بيكون شامل للرحلة بتاعتك كلها. والبرنامج ده فيه اكوا بارك وفيه بحر اختياري، يا اما تروحي الاكوا بارك يا اما تروحي البحر. ولو انتي خلصتي الاكوا بارك من 9 ل1 وعايزة تكملي في البحر، فبتدفعي مبلغ 35 جنيه لكل فرد معاكي، وبتخشي تكملي يومك في البحر. واحنا برضو هنروحك، يعني مش بنسيبك وبنروح، لأ، بالباص بيستناك الساعة 5 وبياخدك يروحك لحد مكان السكن بتاعك. اتمنى كده الفيديوهات بتاعتي تكون واضحة. ودي هو برج الهنا في الفيروز، شايف البحر بس من الجنب مش رئيسي، بس انتي شايفة البحر وشايفاه بوضوح. والجو هناك مناسب وحلو لانك قريبة من البحر. الجو هوا وكويس حتى لو انتي مش واخدة شقة مكيفة. الفرش زي ما انتوا شايفين نضيف، بتستلمي الشقة نضيفة، بتسلميها نضيفة، بتحافظي على الريموتات بتاعة التلفزيون وكمان بتاعة التكييف، بتحافظي على الحاجات اللي في المطبخ، بتحافظي على التلفزيون، بتحافظي على اي حاجة. لان انتي لو اتلفتي اي حاجة هتدفعي حقها، لان هو بياخد منك تأمين. التأمين اللي بياخده بيكون 300 جنيه، ولو في اي حاجة زيادة فانتي بتدفعيها برضو. فالناس كلها تحافظ على الحاجة اللي موجودة في الشقة، علشان ما تضطريش ان انتي تدفعي حق الحاجة، لان ده بيبقى اتفاق من بداية مع اللي بيأجر الشقة. بتروحي تدفعي 300 جنيه امتى؟ لما بتستلمي الشقة، بتستلمي كل حاجة فيها بيعدها لك وبتستلمي، فبتدفعي بقى 300 جنيه وانتي مروحة سايبة الشقة كويسة، ما فيهاش اي اتلافات، ما فيهاش اي حاجة، لانه برضو بيجي يستلم منك بالورقة والقلم. فخلاص بتستدي 300 جنيه بتوعك وخلاص. بتيجي تلاقي الشقة نظيفة، انتي بتسيبيها نظيفة، وهم بيجوا ناس برضو بعديكي بينضفوا الشقة بديتول وبيعطروها علشان الناس اللي داخلة فيها بعد كده. ان شاء الله يعني اللي يحجز الرحلة ان هو يكون رحلة سعيدة عليه وينبسط في البرنامج. وان شاء الله اكون انا كمان بقدر ان انا افيدكم بالفيديوهات بتاعتي. تابعي القناة عشان كل فيديو بنزله يجيلك بيه اشعار يوصلك، وتقدري ان انتي تشوفي البرنامج كامل، لان لسه البرنامج ما خلصتي. انا بس قلت انزل الفيديو ده علشان الناس اللي طلبت مني عايزة نظام الشقق وعايزة تشوف هي رايحة على فين، والشقق اللي هتقعد فيها شكلها ايه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم باذن الله في فيديوهات جديده، واقدر افيد الناس. وما تنسيش اللايك عشان يرفع الفيديو وكمان يوصل لاكبر عدد، واي حد عايز يحجز رحله مطروح يظهر له الفيديو بتاعنا. وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، نستقبلكم ضيوف ونودعكم اصدقاء باذن الله.